أين أنتم عشاق الخوخ؟ عملت لكم الخوخ راني بطريقة سهلة وبسيطة، مش بس عشان هو لذيذ وبيرطب على القلب، لا كمان هو من الحاجات اللي بتخفض مستوى الكورتيزول وبالتالي بيحسن مستويات هرمون التستوستيرون وبيزود الجسم بكتير من الفيتامينات والمعادن. حضرت بقى 2 كيلو كده من الخوخ. انا جبت خوخ ناشف، مش عايزه اجيب خوخ طري، انا عايزاه ناشف عشان اقشره كده وما يتبهدلش معايا. بقشر الخوخ بالطريقه ديت. احنا هنعمل طريقه الراني متقشر كده وطريقه تانية بالقشر. هعمل لكم الخوخ بكذا طريقه، بس دي طريقه من غير قشر خالص كده. في ناس ما بتحبش قشر الخوخ، فانا قشرته بالشكل ده كده. سهل وبسيط خالص، والقشره خفيفه ورقيقه كده بالشكل دوت، مش واخده من الخوخيه حاجه. هجيب بقى الخوخيه كده واخدها من النص كده، اقسمها 2 بالشكل دوت، واحاول كده اقطع الخوخ كده ايه بالطول كده بالشكل دوت. لو عايزين بعد ما تقطعوه بالطول تعملوه مكعبات زي الروني بالظبط اللي بنشوفه في المحلات، مفيش مشكله، بس انا بحب الحجم ده بصراحه. الحجم ده بيبقى جميل كده وما بيتهريش مني، وجميل بصراحة كده بالشكل ده. الخوخ كمان جميل جدا للأطفال الصغيرين اللي عندهم سنتين أو سنة، جميل جدا. بيحبوه خالص الأطفال بالشكل دوت. احنا ممكن نقلل لهم السكر بس شوية. كمان هو مفيد للكبار والصغيرين بالشكل دوت كده. أنا قطعت بقى الخوخ طويل كده بالشكل ده. ده الكمية بتاعتي كلها بقت جاهزة كده. طبعا الخوخ بتاعي ماسك نفسه مش طري، عشان لما اسلقه بقى كده في الميه وسكر بتاعتي ما يتهريش مني، ويبقى ماسك نفسه وشكله جميل وطعمه حلو برضه. حضرت معايا بقى لتر كده من الميه، حطيت عليه كوبايتين من السكر كده بالشكل دوت على النار. انا دلوقتي حاطه الحله دي على النار، وكوبايه ومعلقه كبيره كده من الفانيليا بالشكل ده. اول بقى ما السكر والميه والفانيليا بتاعي يغلوا بس والسكر يدوب، هحط فيه كميه الخوخ بقى بالشكل ده كده، واقلب تقليبه واحده بس واسيبهم. اول ما الخوخ بتاعي يستوي كده ويبقى طري، مش مهري، طري بس حاجة بسيطة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده. ايوه كده استوى. اشيل بقى الريم اللي على الوش دوت، هرميه واخلي بقى الخوخ بتاعي بالميه كده ليبرد خالص. احطه في التلاجة بقى بعد ما يبرد بالشكل ده كده. الله، الخوخ ده من الحاجات اللي بترطب على القلب خالص، وطعمه جميل ولذيذ. وفرنا يعني حوالي 60 جنيه، عملنا الكمية دي كلها. لو عجبكم الخوخ بتاعنا بقى ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.